يمكن بيغيب عن ناس كتير معنى فعلي للسعادة، وهو السلام الداخلي. الحقيقة إن السعادة في الحياة مرتبطة بالشعور بالسلام الداخلي، والسلام الداخلي بينعكس على السلام الخارجي، والعكس صحيح. بمعنى إن الصراعات اللي بعيشها من الداخل، بين أفكاري وقيمي واحتياجاتي وإمكانياتي والأجزاء المظلمة داخل نفسي، بينعكس بشكل كبير جدا على واقعي الخارجي وعلاقاتي وكل حاجة في حياتي. هلاقي مؤشر واضح لده في صراعات، في خلافات دائمة بعيشها في محيط علاقاتي المقربة وبيئة العمل والحياة بشكل عام. علشان كده أول طريق للسعادة هو الوصول للسلام الداخلي. وأهم مفاتيح السلام الداخلي الحقيقة هم 3 مفاتيح، لو طبقناهم واخترنا نفعلهم هتساعدنا جدا 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 في عيش الحياة الطيبة. ايه هما المفاتيح دي؟ أول مفتاح هو القبول، قبول لنفسي وغيري ولظروفي ولأقداري، قبول لكل شيء. تاني مفتاح التكيف، تكيف مع ما لا يمكنني تغييره، يعني حاجة خارج دايرة تأثيري، خارج دايرة سيطرتي، الحاجة اللي ما اقدرش ماليش أي سلطة عليها، زي العلاقات المقربة والأحداث الطارئة. تالت مفتاح وده مهم جدا هو الحضور في اللحظة الحاضرة، وإيماني إن هي فعلا الثروة الحقيقية اللي بملكها، مش الماضي ولا المستقبل، لأن المستقبل بإيد ربنا. فاللهم أنت السلام ومنك السلام، اهدنا سبل السلام.